اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. هل ابنك او بنتك ماسكين التابلت او الموبايل طول اليوم؟ للاسف في 2025 بقى مستحيل تقريبا نمنع الشاشات من حياه اطفالنا، بس بيجي هنا السؤال الحقيقي: هل وقت الشاشه بيأثر ايجابي على تطور عقل الطفل ولا ممكن يضره من غير ما ناخد بالنا؟ النهارده هنفك مع بعض لغز وقت الشاشه للاطفال ونشوف هل هو عدو ولا صديق. كتير من الامهات لما بيكونوا محتاجين يخلصوا حاجه او محتاجين يخلصوا شغل البيت بيشغلوا كرتون لاطفالهم على الموبايل او التابلت، بس السؤال المهم هنا: هل اللي بيعملوه ده صح ولا غلط؟ علشان كده هنتكلم مع بعض عن ايجابيات وسلبيات وقت الشاشه. خلونا نبدا بالحاجات الايجابيه. في تطبيقات تعليميه بتساعد الطفل يتعلم الارقام والحروف والالوان بسرعه، كمان الفيديوهات التفاعليه بتخلي الاطفال يكتسبوا كلمات جديده، واوقات كتير بيكون وقت الشاشه وسيله انقاذ للاهل بيديهم فرصه ينجزوا شغل او يرتاحوا. بس للاسف الموضوع لو زاد عن حده بيكون ليه سلبيات، ومن سلبياته الافراط في الشاشات بيأثر على التركيز والانتباه، والاطفال اللي بيقضوا ساعات طويله قدام الشاشه ممكن يتاخروا في الكلام، والنوم بيتاثر جدا لان الاضاءه الزرقاء بتلخبط الساعه البيولوجيه، وكمان في بعض الاطفال بيبقوا عصبيين جدا او متعلقين بالشاشه بشكل مبالغ فيه. طيب ايه هو الحل؟ الحل هنا في التوازن الذكي. الابحاث والعلماء وصوا ان من سن 2 ل5 سنين لو الطفل متعلق بالموبايل يبقى كفايه عليه اقل من ساعه في اليوم، والاهم ان الاهل يشاركوا الطفل وقت المشاهده، يعني مش نسيبه لوحده لكن نتفرج سوا ونعلق معاه. والبدائل موجوده: العاب حسيه وقراءه قصص ورسم وتلوين وحتى شويه رياضه او لعب حر. التوازن هنا هو المفتاح، مش المنع الكلي ولا الاطلاق الكامل. يعني الخلاصه: وقت الشاشه مش وحش مطلق ومش مفيد مطلق، هو مجرد اداه احنا اللي بنحدد هل تكون صديق ولا عدو لاطفالنا. وما تنسوش تقولوا لنا في التعليقات بتتعاملوا ازاي في وقت الشاشه مع اطفالكم، واعملوا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد عن تربيه وصحه اطفالكم. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.